السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله يوم جديد من عمر فراخنا. النهارده اليوم ال21. بصوا بقى انا زعلانة من امبارح ليه؟ في اسهالات اعزكم الله. فانا كنت بحاول بالشيح بالمطهرات المعوية الطبيعية اللي انا كنت بحطها. فالنهارده بقول للبيطري انا بجيب منه الاكل بتاعهم، قال لي لا كده هم محتاجين جرعة الكوكسيديا. يا عم يهديك يرضيك، انا مش عايزه علاجات. قال لي لا كده لازم جرعه الكوكسيديا لازم تنزل لهم، عشان لا قدر الله الاسهالات طبعا بتعمل فقد للوزن وهتخسسهم وهيبقى الدنيا ايه مش تمام معاهم. بص انا لسه منضفه، بس هو في واحد او اتنين فيهم عنده اسهال. فان شاء الله النهارده هتوكل على الله، عشان حرام يعني مش بعد المصاريف دي كلها نبتدي ان احنا نخسر يعني، او تطلع معاكي الاوزان مش زي ما احنا عايزين. احنا اطمنا على الاوزان وشفنا الاوزان كانت معانا عامله ازاي امبارح، فان شاء الله تكمل معانا على خير وتبقى دورة خير ان شاء الله. فالنهارده هضطر ان انا احط لهم على الميه جرعه الكوكسيديا بتاعتهم. طيب اهو انا مغيره الميه بتاعتهم، الميه نضيفه. والله انا ما عارفه الاسهالات دي جات لهم من ايه، يعني انتوا شايفين الحاجات الطبيعيه اللي انا ماشيه بيها ومظبطاهم ومظبطين تهويه ومظبطين كل حاجه وبصل ومدلعه اخر دلع. كل اللي انا حطيته على العلف هنا، انا هنا قسمت الاكل بقى على اتنين، عشان طبعا زي ما هما كبروا ما شاء الله. كبروا فبيحتاجوا اكل اكتر طبعا، مش هينفع لهم علافه واحده خالص. كل اللي انا حطيته النهارده هنا اهي بصلايه، قطعت لهم هنا بصلايه وهنا بصلايه. هو كمان قال لي على حاجه، قال لي حطي نشا مع اسمه ايه، شيح مع كربونات. قال لي حطي شيح، معلقه شيح مع معلقه كربونات على العلف. قلت له انا كده كده كنت بحط شيح. قال لي لا حطي معلقه شيح مع معلقه كربوناته وخلطيهم مع العلف وشوفي ان شاء الله النتيجه ان شاء الله بامر الله يعني. ان شاء الله عشمي في ربنا خير ان شاء الله ان هو يبقى فيه تحسن يعني عن على الوصفه دي وعلى العلاج برضو الكوكسي كيور ده. اهو الميه بتاعتهم اهي. انا برضو مش هحط علاج بس هديهم حاجه رافع مناعه. هحط هنا على الميه غاليه لهم حبه البركه. حبه البركه اهي غاليه لهم حبه البركه، هحط حبه منها كده هنا على الميه دي، والميه التانية هخلي عليها العلاج. تمام كده. انا معاكم واحده واحده اهو عشان تبقوا عارفين انا بعمل ايه يوم بيوم. يعني قال لي قد معلقه صغيره كده على ال2 لتر ميه. المفروض دي العلاج ده امشي بيه لحد ما الكيس يخلص او 3 ايام، هنشوف يعني. هنشوف الكيس هيكمل معانا قد ايه. اي علاج بقى تحطيه للفراخ بتاعتك ما يطولش قدامهم. يعني هما كده جعانين وعطشانين، فانا هحط العلاج ما يطولش قدامهم، كبيره 6 ساعات. ما ينفعش ان انت تسيبي العلاج قدامهم مثلا، يعني انا دلوقتي الساعه 12 بالليل مش هحط لهم العلاج دلوقتي من قدامهم لحد الصبح. الساعه مثلا 7 8 الصبح كده هشيل العلاج وهحط لهم بقى ميه نضيفه الساعه 6، يعني من ما تصحي الساعه 6 الساعه 7 8 كده هبتدي اشيل الميه دي اللي فيها العلاج واحط لهم ميه نضيفه. دي الميه اللي حطينا فيها حبه البركه دي ما فيهاش ضرر، حتى لو فضلت قدامهم يشربوا منها، بس انا كده كده بغير الميه باستمرار. الميه اللي عليها حبه البركه اهي والميه اللي عليها العلاج اهو. هنا على العلف بقى زي ما اتفقنا هحط معلقه شيح ومعلقه كربوناتو. يا رب ان شاء الله الوصفه تكون خير وتجيب معاهم نتيجه للاسهال ده. اهو هنا حطيت الشيح وحطيت الكربوناتو. طبعا الشيح من الاعشاب اللي ما بيحبش حطي معاه حاجات ياما يعني. الشيح مثلا يوم اللي تحطيه فيه ما تحطيش معاه كركم، ما تحطيش معاه كزبره. الحاجات التانية ممكن تجمعيها عادي مع بعض، لكن الشيح من الاعشاب اللي ما بتحبش حاجات كتير معاها. هقلب لهم ده كده واحطه قدامهم، ويا رب ان شاء الله ان شاء الله عشان في ربنا خير. على فكره هم مش كلهم عندهم اسهال، يعني ايه اللي لاحظت واحد او اتنين بس اللي عندهم، بس عشان الوضع ما يسوقش معانا. يعني اللي خلاني دخلت علاج ان الوضع ما يسوقش معانا. انا كل مره على فكره بربي وما بديش مش على طول يعني بنزل بجرعات الكوكسيديا الا لو فيها لزوم، الا لو ليها لزوم. احنا ماشيين بالحاجات الطبيعيه، بحط نشا بحط شيح بحط حاجات كده، والحاجات دي بتبقى كفايه يعني الموضوع الاسهالات لو ظهر اسهالات. هو في واحد فاكرين لما قلت لكم كان تعبان شويه مهمت كده وكان قاعد في الميه، غالبا هيبقى هو ده، غالبا هيبقى هو ده يعني. نصيحه بقى، بصوا ما شاء الله عشان هما جعانين ما شاء الله. نصيحه بقى، عايزه تحطي علاج وياخدوه مثلا في ميه في اي حاجه، عطشي
عطشيهم وانزلي وابتدي ان انت تنزلي بالعلاج، هتلاقيهم بيقبلوا عليه وبيشربوا، ما هم كده كده عطشانين، فمهما هتحط لهم على الميه هم هياخدوها. حاجه مثلا عارفه ان هم مش بيحبوها وعايزه تحطها لهم اكل، حطيها وخلطي معاها شويه علف هياكلوها، ما تقلقيش. انا ليه بقى مستعجله على الشيح ومزوده في الشيح؟ اولا الشيح مطهر معاه وحلو قوي وحلو العلاج الاسهالات، والحمد لله ده اللي البيطري قاله لي النهارده. تاني حاجه ان الشيح ليه عمر، مش هينفع ان احنا نحط شيح اللي هو قبل ما نخلص باسبوع، مش هينفع ان احنا نحط شيح، لان الشيح من الحاجات اللي طعمها بيبان قوي في الفرخ، فلازم قبل ما انت تنهي الدوره بتاعتك باسبوع تكوني موقفه الشيح خالص خالص، ما يتحطلهمش بقى لمده اسبوع. نبتدي نعمل خلطات تانية تحلي طعم الفرخه معاكي، تطهرهم بقى من طعم الحلبه وطعم الشيح. لو في علاجات بياخدوها نخش في مده السحب بتاعتها. واحده واحده ان شاء الله. برضه هنشوف مع بعض، احنا خلاص قربنا النهارده اهو اليوم 21 بتاعهم، فهنشوف مع بعض يعني ان شاء الله بامر الله كمان 9 ايام كده خلاص. يعني احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا موضوع الاسهالات ده نعالجه اليومين دول، سواء بقى بالشيح بالعلاج اللي احنا جبناه كوكس كيور ده، باي حاجه نحاول نعالج الاسهالات اليومين دول، عشان ان شاء الله على عمر 30 يوم خلاص كده، او مثلا ممكن من 28 لو انت هتطلعي على 35، على 28 يوم خلاص كده. كل اللي هنعمله لهم بقى خلطات تحلي طعم الفرخ بتاعهم. نبتدي ان احنا نقلل العلف شويه بشويه، نحط الخلطات اللي هتحلي طعمهم ان شاء الله، تاخدي منهم شويه شوربه ولا كانها شوربه فراخ بلدي. ما يبقاش في ضرر عليكي وانت بتاخدي بتاكلي الفرخ، طعم الشيح يروح خالص، طعم الحلبه. ففي حاجات لازم هنوقفها في العمر ده، اللي هي من عمر مثلا 27 يوم 28 يوم، يعني احنا بالظبط كده قدامنا اسبوع ان شاء الله. النهارده اهو الحمد لله يومهم عدى على خير، ان شاء الله ان شاء الله يا رب العلاج يجيب نتيجه معاهم، ونطمن بكره على موضوع الاسهالات كده. هم عشان كانوا جعانين زي ما قلت لكم، لما بتعملي تجويع للفرخ وتبتدي ان انت تنزلي بالاكل ما شاء الله بتبقى شهيته مفتوحه، بياخد وجبته كامله، الحويصله بتاعته بتبقى مليانه، الهضم بيتحسن معاهم. زي ما احنا قلنا الصيام برضو الحمد لله رب العالمين، اللهم دمع علينا نعمه الاسلام يا رب. مفيش حاجة جت في القرآن أو في السنة إلا وليها فايدة. الصيام طبعا بيطهر البدن، بيزود المناعة، بيطهر الجسم من السموم. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللهم لك الحمد. بصوا لون الفرخ يا جماعة، مفيش زرق، الفرخ لونه وردي زي ما احنا اتفقنا. موضوع ان هو مش كاسي لحم ده عشان هو محول لحم، مش كاسي ريش عشان هو محول لحم. الحمد لله رب العالمين، كلهم الحمد لله الحيوية بتاعتهم كويسة. ان شاء الله موضوع الاسهالات ده نطمن عليه ويعدي على خير بامر الله. البصل برضو من الحاجات المحببه عندهم اهو، قاعدين بياكلوا ما شاء الله شهيتهم مفتوحه. لو في فرخ تعبان، في فرخ اي حاجه، تبقى عينك معاه. لو لا قدر الله بقى مرض مثلا او عنده حاجه شديده، بنبتدي ان احنا نعزله لوحده خالص، نحط له اكلته وميته والعلاج بتاعه وكله تمام التمام. لكن ما شاء الله انا شايفه كلهم حيويتهم كويسه، كلهم مقبلين على الاكل وعلى الميه، فالحمد لله كده. احنا المشكله ان شاء الله تكون لسه في اولها، شويه الاسهالات دول يتلحقوا ان شاء الله بالعلاج وبالاعشاب، ماشيين زي ما احنا. واشوفكم بكره ان شاء الله في يوم جديد من قدام فراخنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم بكره على خير.